مشاهدينا الكرام، أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم في قناة صوت الشعب تيفي، حيث نطلعكم على أبرز الأحداث والتطورات والمستجدات حول العالم. إليكم الخبر. شهدت الأسواق المغربية خلال الأيام الأخيرة تراجعا ملحوظا في أسعار الدجاج، حيث انخفض ثمن الكيلوغرام الواحد للدجاج الحي إلى حوالي 14 درهما في عدد من المناطق، وهو انخفاض لقي ترحيبا واسعا من طرف المستهلكين بعد أشهر من الارتفاعات المتتالية. ويعد هذا التراجع بمثابة متنفس حقيقي للعديد من الأسر التي تعتمد بشكل كبير على لحوم الدجاج في تغذيتها اليومية، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، مما يجعل الدجاج الخيار الأكثر قدرة على التكيف مع القدرة الشرائية للمواطنين. وعبر عدد من المواطنين عن ارتياحهم لهذا الانخفاض، آملين أن يستمر خلال الأسابيع المقبلة، معتبرين أن الأسعار الحالية أقرب إلى المستوى الطبيعي مقارنة بالزيادات التي أثقلت ميزانية الأسرة خلال الفترة الماضية. والآن سؤالنا لكم مشاهدينا: هل أعجبكم هذا الانخفاض في ثمن الدجاج؟ وكم هو ثمن الدجاج اليوم في مدينتكم؟ اكتبوا لنا آراءكم في التعليقات أسفل الفيديو، فمشاركتكم تهمنا وتغني النقاش.